من فترة مش قصيرة بدأ ينشب خلاف على وسائل التواصل الاجتماعي. كان بالنسبة لي غريب جدا. الخلاف كله كان بيدور حوالين الكتاب الصوتي أو الأوديو بوك. الناس كانت بتجادل مع بعضها حوالين هل هو الكتاب الصوتي ده نقدر نعتبره قراءة حقيقية زي قراءة الكتب الورقية أو الكتب الإلكترونية، ولا ما ينفعش نصنفه أو ندرجه تحت عنوان القراءة. يعني هل من حقنا نحسب الكتب الصوتية اللي احنا سمعناها على مدار السنة من توتال عدد الكتب اللي احنا قريناها؟ النقاش خاض طرق واتجاهات كتير جدا وناقش مواضيع اكتر. هنتكلم عن اهمها واشهرها في الفيديو ده. يلا بينا. الكتاب الصوتي أو الأوديو بوك في الأساس بدأ في مشارف القرن العشرين. كان في البداية متركز أكتر على الكتب الدراسية اللي بتعلم اللغة، بيتارجت الطلبة خصوصا طلبة المدارس اللي بيدرسوا لغة تانية مع لغتهم الأم، وأوقات كتير بيحتاجوا auditory aid أو مساعد صوتي يقدر يعلمهم الكلام اللي هم بيذاكروه ده بيتنطق إزاي. تطور شكل الكتاب الصوتي على مدار العقود بعد اختراع شرايط الكاسيت ثم الاسطوانات، وطبعا بعد اكتشاف الإنترنت ووصل الكتاب الصوتي للشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. لو انت مهتم بانواع الكتب الصوتيه هعمل فيديو قريب جدا ان شاء الله ترشيحات لافضل الكتب الصوتيه اللي انا سمعتها على مدار رحلتي في القرايه. فلو مهتم ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما الفيديو ينزل. ليه بقى الناس بدات تفكر ان هم يفضلوا الكتاب الصوتي على الكتاب التقليدي العادي الورقي اللي احنا عارفينه؟ تعددت الاسباب، ولكن اشهرها واهمها هو ان شخص عايز يتعلم لغه جديده، وعشان يتعلم اي لغه جديده لازم يهتم بالعناصر الأربعة من اللغة، واللي من ضمنهم طبعا عنصر السماع. السماع بيعزز الفهم والحفظ للكلمات اللي الشخص بيقراها، وبالتالي بيساعده بعد كده عشان يستخدم مهارة الكلام بسهولة لأنه سمع الكلام بيتنطق فعارف يقدر يلقيه إزاي. بعض الناس استيعابها للمعلومات بيكون أفضل في شكل التلقي الصوتي عن التلقي البصري. ناس كتير من اللي بتدرس حتى في المدارس والجامعات بتميل أكتر إن هي تسمع تسجيلات أو تتفرج على فيديوهات لناس بتشرح المنهج قبل ما تقرا الكتاب، وبعض الناس مش بتفضل ده وبتحب ان هي تبدا بقراءه الكتاب في البدايه. المالتي تاسكينج او تعدد المهام، الناس اللي بتحب تعمل كذا حاجه في نفس الوقت وبتبقى شاطره في ده بتفضل ان هي تستخدم الكتب الصوتيه عن الكتب الورقيه، لان هي تقدر تلبس السماعه وتشغل الكتاب على جنب وهي بتعمل اي اكتيفيتي تاني، فده بيساعد على كسب الوقت. انا مش مضطره اخصص جزء معين من حياتي واستقطع وقت من يومي عشان اقدر اقرا الكتاب اللي انا نفسي اقراه. الاكسسبيليتي او الاتاحه، ناس كتير من الفيجوالي امبيرد او اللي عندهم مشاكل بصريه ما بيقدروش يقروا كويس، مش متعلمين القراءه والكتابه، يقدروا يسمعوا الاوديو بوك ويفهموه من غير ما يحتاجوا يقروا النسخه الورقيه او الالكترونيه. برضو عامل السرعه، بعض الناس بتستوعب اسرع الكلام المسموع عن الكلام المقري. الكتاب الصوتي فيه الفلكسبيليتي او المرونه ان انت تتحكم في السرعه، ممكن تبطئها ممكن تسرعها، على عكس القراءه بتاعتك انت نفسك سرعه قراءتك مش هتقدر تسرعها او تبطئها لان انت لازم تكون قراءتك مواكبه لاستيعابك انت. ويمكن اشهر الاسباب دلوقتي اللي ممكن نكون كلنا بنشتكي منه هو انعدام الاتنشن سبان او مدى التركيز بتاعنا. انا بنفسي بقالي فتره طويله جدا مش بقدر اقرا معظم الكتب من غير الاستعانه بالاوديو بوك او الكتاب الصوتي بتاع الكتاب اللي انا بقرا، سواء بعتمد اعتماد كلي على الكتاب الصوتي او اوقات كتير بستخدم الكتاب الصوتي مع الكتاب الورقي عشان بس يجبرني ان انا اخد السيشن ده من الوقت بقرا بس من غير ما اسرح واركز في اي حاجه تانية او احب امسك الموبايل او اشغل نفسي او اقوم. فالاوديو بوك بيجبرني اركز. قولولي في الكومنتس بتسمعوا كتب صوتيه ولا لا، ولو بتسمعوا ايه الكتاب اللي ممكن تعتبروه كتابكم الصوتي المفضل. طيب نرجع لسؤالنا، هل فعلا نقدر نحسب القراءه الصوتيه دي كقراءه حقيقيه ولا هي مهاره مختلفه تماما ما نقدرش ندرجها تحت عنوان القراءه؟ احنا في الاول وفي الاخر بنستهلك نفس المحتوى ولكن بطرق مختلفة. بنسمع الكتاب بدل ما بنقراه. غريب قوي كلمة بنسمع دي، حاسة كأني بقول بسمع الفيلم أو بسمع المسلسل. بعض الناس طلعت قالت إن القراءة الصوتية ما ينفعش تكون زي القراءة البصرية لأن هي بتحفز جزء من الدماغ مختلف تماما عن الجزء اللي القراءة البصرية بتحفزه، وبالتالي الاتنين ما ينفعش يتم اعتبارهم نفس الفعل. ولكن الكلام ده مش صحيح. في دراسة اتعملت في سبتمبر 2019 اتنشرت في مجلة The Journal of Neuroscience، كانت المشرفة عليها الدكتورة فاطمة دينيز المتخصصة في النيوروساينس. الدراسة دي
اشتملت على مجموعة من الناس كان بيتم عرض أجزاء من كتب معينة عليهم بطريقتين: الطريقة التقليدية اللي احنا عارفينها، القراءة الورقية البصرية، وفي نفس الوقت أجزاء تانية من نفس الكتاب بتتعرض عليهم بطريقة السماع أو القراءة الصوتية. في الحالتين عملوا لهم أشعة رنين مغناطيسي على دماغهم عشان يتابعوا المؤثرات اللي بتنتج عن العمليتين دول، وفي النهاية اتضح إن النوعين دول من القراءة بيحفزوا نفس المراكز الذهنية والعاطفية في الدماغ. يعني الاتنين بيعملوا نفس الحاجة تقريبا في دماغنا، بغض النظر المعلومات دي احنا تلقيناها بالسماع أو بالقراءة البصرية. نفس الكلمات هتنشط المخ بنفس الطريقة بالظبط، بغض النظر الكلمة دي اتقرت ولا اتسمعت. يبقى علميا كل الكلام ده مش مظبوط، ولكن دي مش نقطة الخلاف الوحيدة اللي الناس تطرقت لها في الجدال ده. ناس كتير بتجادل في نقط تانية خالص، منها ان القراءة الصوتية ده فعل باسيف او سلبي، على عكس القراءة البصرية اللي بتحتاج مجهود منك انت، عملية اكتف لازم تركز فيها وتجبر نفسك ان انت تقعد في الوقت ده وتمسك الكتاب وتمنع عن نفسك كل المؤثرات الخارجية وما تسمحش لنفسك انك تسرح او تركيزك يتحرك، وبالتالي ده بيحتاج نوع من الريسترينت او ضبط النفس، على عكس القراءة الصوتية اللي بمنتهى السهولة ممكن تشغل الكتاب الصوتي في اي موقف انت فيه وتسمع الكتاب بيتقري لك من غير مجهود اكتف منك انت، وانت ممكن تكون بتعمل اي حاجة تانية في الوقت ده. وده كلام مش منطقي شوية، لان مش ضروري خالص عملية السماع تكون عملية باسيف بالنسبة لنا واحنا بنعملها من غير مجهود. اللي بيسرح في القراءة البصرية يقدر يسرح في القراءة الصوتية برضه، انت ما زلت محتاج تبذل مجهود عشان تركز في اللي بتسمعه. هو ده بيساعد على المالتي تاسكينج، ان انت تقدر تعمل اكتر من حاجة في وقت واحد، ولكن المالتي تاسكينج اصلا مبني على ان انت بتجمع بين عمل بيحتاج مجهود ذهني مع عمل بيحتاج مجهود جسدي. ما ينفعش تجمع عملين من نفس الحاجة في نفس الوقت، يا اما مش هتعرف تركز في ولا واحد منهم. عشان كده المالتي تاسكينج بيعتمد على ان انت بتستخدم ذهنك في حاجة وانت بتعمل بايدك حاجة مايندلس مش محتاجة تفكير منك اصلا، زي ان انت تسمع الاوديو بوك وانت بتلعب رياضة، بتتمشى، بتعمل شغل في البيت، بتطبخ، كلها حاجات فيها ماسل ميموري، ذاكرة للعضلات بتاعتك بتعملها من غير تفكير، من غير ما تحتاج ترجع للجزء الاكتيف الفعال من دماغك. انت اصلا لو عملت كل الاكتيفيتيز دي من غير ما يكون في حاجة بتشغل دماغك هتلاقي دماغك لوحدها بتسرح. فليه ما نكونش شايفين ان دي ميزة، ان انت على الاقل تقدر تمنع الافكار اللي ممكن تكون سلبية اللي اوقات بتجيلك وانت بتعمل الحاجات المايندلس دي. بعض الناس بتقول ان الكتب الورقية بتديك تحكم اكبر في البيسنج بتاع القصة او مدى سرعة تحرك القصة، ان انت لو في جزء ما فهمتوش تقدر ترجع له بسهولة. وده برضو مش منطقي، لان انت لو سرحت وانت بتسمع كتاب صوتي تقدر بكل بساطة تعمل بوز وريوايند وترجع للجزء اللي سرحت فيه وتسمعه من اول وجديد. في ناس بتقول ان القراءة البصرية بتديك مساحة ان انت تعمل هايلايتس او انوتيشنز للكلام المميز بالنسبة لك اللي انت ممكن تكون محتاج ترجع له، كوتس او اقتباسات حلوة مثلا. الكتب اللي ممكن يكون فيها خريطة بتحتاج ترجع لها كل فترة، بعض الكتب اللي بيكون في نهايتها مثلا في جلوسري او ديكشنري او مرجع للكلمات والمصطلحات الجديدة في العالم بتاع الكتاب، على عكس الكتاب الصوتي اللي مش هتقدر تعوض بيه النقطة دي. الحالات دي المشكلة ممكن تتحل فيها ببساطة بان انت يكون عندك نسختين من الكتاب اللي انت بتسمعه، نسخة الكتاب الصوتي ونسخة الكتاب الورقي او الالكتروني، بحيث ان انت لو حسيت ان في جزء مش فاهمه كويس محتاج ترجع لخريطة او معجم تقدر ترجع له عادي في النسخة الورقية. ده ممكن يكون مكلف لبعض الناس ان انت تضطر تشتري نسختين من نفس الكتاب، ولكن you do you، يعني انت تعمل اللي انت مرتاح فيه. بعض الناس بتجادل في مبدأ الليترسي أو محو الأمية، إنك عشان تعرف تقرأ كتاب ورقي لازم تكون بتعرف تقرأ وتكتب، على عكس الكتاب الصوتي اللي ناس كتير ممكن تسمعه وهي مش بتعرف تقرأ وتكتب. فبالتالي القراءة زمان بعد ما كانت محدودة فقط للناس المتعلمين بقت مفتوحة لفئة أكبر بكتير من الناس اللي البعض منهم ممكن يكونوا أميين، وده مش شيء وحش، لأن أولا أنت بتتيح المساحة لناس ما كانتش عارفة تقرأ قبل كده إن هي تقرأ، أنت مش بتجيت كيب القراءة ليك انت بس. تاني حاجة ان في انواع كتير جدا من الليترسي او التعلم اصلا، مش بس القراءة والكتابة اللي احنا عارفينها، زي ما في الفيجوال ليترسي اللي هي الاشهر، الامية بتاعة البصر ان انت مش عارف تفهم الكلام اللي مكتوب، في الفانكشنال ليترسي ان الناس عارفة الكلمة بالصوت مش بتعرف تكتبها او تقراها. بعض الناس اللي خصوصا بيتعلموا لغة جديدة من القراءة البصرية بس وعمرهم ما سمعوا اللغة دي قدامهم، اوقات كتير بيحتفظوا بمعلومات
معلومات جوه دماغهم ممكن تكون مغلوطة، الكلمات دي في دماغهم بينطقوها غلط، ولما يسمعوا نفس الكلمة بتتنطق قدامهم مش بيقدروا يربطوا ان دي نفس الكلمة اللي هم عارفينها. ده اسمه functional illiteracy. فالقراءة البصرية مش احسن من القراءة الصوتية في حاجة، بالعكس القراءة الصوتية كمان بتعزز من اللغة اللي انت متعلمها. في ناس شايفة ان القراءة البصرية بتعزز فرص اكبر لتخيل الشخصيات والاحداث في دماغنا، انك لما بتقرا كتاب على ورق او كتاب الكتروني بتقدر تتخيل انت الشخصيات في دماغك من غير اي تدخل خارجي او عوامل مؤثرة خارجية، على عكس الكتاب الصوتي اللي لما بتسمع صوت الناريتور او الراوي بتاع الشخصية بتبدأ تتخيل شكل الشخصية بناء على الصوت اللي انت سمعه. بعض الاحداث بتبني انت مشاعرك وعواطفك تجاهها بناء على النبرة اللي كان الراوي بيتكلم بيها في الجزء ده. في ناس مثلا لما بتقرا كتب رعب ورقي او الكتروني مش بتخاف، لكن لما بتسمع نفس الكتاب بالنسخة الصوتية بتبدأ تخاف لان طريقة الرواية بتعزز الخوف ده جواه. بعض الاوقات كمان لما الراوي او الناريتور ممكن يكون صوته مزعج بالنسبة لنا شوية بنكره الشخصيات اللي احنا بنسمع عنها، مع ان انت لو قريت نفس الشخصية في الكتاب الورقي هتتخيلها بصورة تانية خالص وممكن تكون مش متضايق اصلا. وللأسف النقطة دي ملهاش رأي مضاد، هي فعلا حاجة حقيقية وبتحصل كتير، بس هل النقطة دي لوحدها ممكن تكون سبب كافي يخلينا نعتبر القراءة الصوتية ككل مش نوع حقيقي من أنواع القراءة؟ هل ده كلام منطقي؟ هسيب الإجابة ليكم انتم كده عندكم المعلومات الكافية اللي تخليكم تقدروا تتخذوا وجهة نظر أو رأي مدروس بناء على علم مش بناء على افتراضات. بس من الضروري أنبه هنا إن وجهات النظر دي لازم يتم عرضها بود وهدوء، لأن هي مش حرب انت داخل عشان عايز تكسبها. فبلاش نحول اختلاف وجهات النظر والآراء لوسيلة هجوم ونخلق جو من المعاداة مع غيرنا. بالنسبة لي أنا هكون سعيدة إني بشوف الشخص بيقرأ، بغض النظر القراءة دي بتتم بشكل بصري أو صوتي، وعمري ما هقلل من حاجة قدرت تستقطب فئة كبيرة من الناس ما كانتش عارفة تقرأ قبل كده وسهلت عليهم عملية القراءة دي. الحيثيات الباقية دي بقى تفاصيل أتفه من إننا نستقطع جزء من وقتنا أو حياتنا عشان نقعد نجادل فيها. أنا أريج، اتبسطت قوي إني كنت معاكم النهاردة. هتلاقوا المصادر تحت في الديسكريبشن، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله.